يصل السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية إلى مسجد الأفرم في حي المهاجرين بدمشق لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك والاستماع لخطبة العيد. أعاده الله على سيادته وعلى أسرته الكريمة وعلى سوريا وشعبها الطيب وجيشها الأبي وعليكم جميعا باليمن والبركات. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الصلاة جامعة صلاة عيد الفطر الأضحى أثابكم الله. يؤدي السيد الرئيس صلاة العيد مؤتما بفضيلة الشيخ الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أدى السيد الرئيس بشار الأسد صلاة عيد الأضحى المبارك مؤتما بفضيلة الشيخ الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. يستمع سيادة الرئيس لخطبة العيد يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. الله أكبر. 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 ما طاف حول الكعبة مسلم ودعا واستغفر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما توجه حاج إلى عرفة ملبيا ثم أفاض إلى منى ورمى وكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما ازدحمت مكة بضيوف الرحمن ما بين ملب ومكبر وملب ومستغفر ومكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين. عباد الله، اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، واعلموا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع سواه، واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه في كتاب مكنون فقال عز من قائل: اللهم صل على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، يأتي هذا العيد بعد سنوات عجاف مضت يحمل بشائر غد أفضل، يحمل بشائر تحول عظيم تنال فيه الأمة ثمرة صبرها وصمودها وثباتها، لعلها أملا بأن تنهي معاناة
طال أمدها، فقد عاشت أمتنا سنوات عجاف عانت خلالها ولا تزال من أزمات ومحن شديدة شردت الكثيرين وأفقرت الكثيرين سفكت فيها الدماء، بعد أن كنا نعيش في سعة ورخاء لا ينكره إلا مكابر. ويبدو أن البعض قد ضاق صدراً بهذا الرخاء وهذا الاستقرار، لأنه يؤدي إلى تطور وتقدم وقوة لهذا الوطن ولهذه الأمة، فحركوا أدواتهم ليثيروا فيه الفتن والأزمات، مما أدى إلى كثير من المصائب التي يضيق البيان عن شرحها وبيانها، لعل من أقلها ضياع كثير من أبناء الوطن في بلاد الغرب، حيث صارت الكفاءات التي صنعها الوطن في خدمة الغرب، واختطف أطفالهم ليصبحوا مجرد مادة بشرية تعوض الضمور السكانية عندهم، ولكن وفق الصياغة السلوكية والتربوية التي وضعت قواعدها الليبرالية الحديثة القذرة. عانى وطننا وصمد أبناؤه بصمود قيادته تلك السنوات العجاف، أو بعبارة أخرى تسلحت أمتنا مع قيادتها بسلاح الصبر في مواجهة تلك الفتن والأزمات. والصبر موقف إيجابي يعبر عنه بمصطلح العصر بالصمود، أي الثبات على المواقف الصحيحة مهما بلغت التضحيات. خسرنا كثيراً ولا زلنا، ولكن ها نحن نرى مصداق قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ومصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهنا لا بد أن نقول إن على الذين يراهنون على سقوط الوطن والأمة بممارساتهم العدوانية أيا كانوا أن يدركوا أن أمتنا قد اتخذت للصمود قراراً لا رجوع عنه، لأنه خير للصابرين كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، وتوخياً للنصر كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن النصر مع الصبر. وها نحن نرى تباشير ذلك تظهر بعون الله تعالى وإذنه. وها هم الأشقاء العرب قد حسموا أمرهم بالوقوف إلى جانب وطننا وإلى جانب أمتنا، وبشائر الخير بدأت تبدد سحب المحنة عن سماء وطننا. وأدرك المراهنون أن رهاناتهم سقطت تحت أقدام أمتنا وجنودنا، وأن الغد ليس كالأمس إن شاء الله تعالى، وأن سوريا قد انتصرت شاء من شاء وأبى من أبى، وإن انتصارنا انتصار لأهلنا في فلسطين، وإن انتصار المقاومة الفلسطينية انتصار لنا أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لأمتنا نصره وتأييده، وأن تعود أمتنا بعد هذه المحنة أصلب عودا وأفضل حالا، وأن يؤيد قائد هذه الأمة بنصره وتأييده وتوفيقه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بحمده بكرة وأصيلا. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، واعلموا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع سواه.
واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه في كتابه المكنون، فقال عز من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك، اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. اللهم وفق ولي أمر بلادنا الرئيس الدكتور بشار الأسد لما فيه خير البلاد والعباد، وقيض له في سبيل ذلك بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بخير. استمع السيد الرئيس بشار الأسد لخطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1444 للهجرة النبوية الشريفة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام. ويتلقى سيادته التهاني والتبريك من الشيخ البوطي ومن أحبائه المواطنين بهذه المناسبة المباركة من الإخوة في هذا الحي الكريم الدمشقي العريق، حي المهاجرين. أضحى الأعياد بشارتنا يحدوها القائد بشار، من أهدى النصر لأمته يزهو بيديه الإعمار. مشهدية التفاف المواطنين حول السيد الرئيس بشار الأسد بهذا الشغف وهذا الحب تختصر المشهدية الكبرى لالتفاف الجماهير السورية حول سيد الوطن طيلة السنوات الصعبة في مواجهة الإرهاب وصولا إلى النصر المبين. هذا الالتفاف على الدوام مصدق